أننا في هذه الدنيا ضيوف، وأننا نعيش في هذه الحياة من أجل الاستعداد للحياة الباقية. لا بد أن نعرف ونعي أن العمر مهما طال فهو قصير، وأن هذه الحياة مهما عظمت فهي حقيرة عند الله، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا بد أن نعرف عباد الله أن بعد هذه الحياة موت، كما قال الله جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لا بد أن نعرف عباد الله أن بعد الموت قبر، كما قال الله جل في علاه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا بد أن نعرف ونعي أن بعد القبر بعث، وهو إحياء الموتى يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. حين علمنا هذا كله فما المطلوب من الجميع؟ المطلوب ما قال الله جل في علاه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فاستعدوا عباد الله واحرصوا على الخواتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضراء؟ قلت نعم. قال: فتلك آية الله في خلقه. حديث صحيح لأنه موافق لنص التنزيل. قال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. عباد الله، لقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على ذلك. المثال الأول: قوم موسى عليه الصلاة والسلام حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فأحياهم الله بعد أن أخذتهم الصاعقة. المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله، ففعلوا فأحياه الله وأخبرهم بمن قتله. قال جل في علاه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا، ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي قال: عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ترجمان القرآن قال في قوله تبارك وتعالى:
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون. قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا، فماتوا. فلما كان بعد دهر مر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم، فأمره الله تعالى أن يقول: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا. فكان ذلك يحدث وهو يشاهد. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تغمره. فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة، أحياهم وهم يقولون: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. فكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. لهذا قال سبحانه: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لذو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دنياهم، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء القوم خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت سريعا في آن واحدة. المثال الرابع لإحياء الموتى في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال جل في علاه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اختلف المفسرون في هذا الذي مر، فقال علي هو عزير وهذا هو المشهور، وقالوا هو الخضر، وقالوا رجلا من أهل الشام اسمه حزقبل بن بوار. قال مجاهد هو رجل من بني إسرائيل. أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها. أما المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه صور 5 في كتاب الله في سورة البقرة أخبرنا فيها المولى عز وجل كيف يحيي الموتى، وكذلك سيحييهم بالحشر بعد البعث. فإذا علمنا عباد الله أن هناك بعث فاعلم رعاك الله أن هناك حشر، وهو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. سمى الله ذلك اليوم بيوم الجمع. قال جل شأنه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال سبحانه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
وقال جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله على يوم مثل هذا. تأمل في قدرة الله التي تحيط بالعباد، فالله لا يعجزه شيء، وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم، إن هلكوا في أجواء الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض أو أكلتهم الطيور الجارحة أو افترستهم الحيوانات المفترسة أو ابتلعتهم الحيتان في البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض. قال سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وكما أن قدرة الله محيطة بعباده يأتي بهم حيثما كانوا، فكذلك علمه محيط بهم، فلا يتخلف منهم أحد ولا يضل منهم أحد ولا يشد منهم أحد. لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا، لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا. قال جل في علاه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أما القصد من الجمع عباد الله فهو للعرض والحساب. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل في علاه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وقال جل في علاه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم عباد الله، إنه العرض والحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. عباد الله، أخبرنا ربنا جل وعلا عن مشهد الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. حسبك عبد الله أن تعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأرض، ليتبين لك عظم هذا المسجد وجلاله ومهابته. ولعل هذا الإشراق المذكور في الآية إنما يكون عند مجيء الملك الجليل للقضاء بين العباد. قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هو مجيء الله أعلم بكيفيته، نؤمن به ونعلم أنه حق، ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نكذب به. والآية تنص أيضا على مجيء الملائكة، فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن ومعها كتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد. وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها، وهي إبلاغ الوحي إلى من أرسلوا إليهم، ويشهدون على أقوامهم وما عملوه معهم. ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم، والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله. ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والأيام والليالي. تأمل في قول الجبار جل في علاه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والله إنه لحساب شديد، ذلك الذي سيحاسب فيه الإنسان بالذرة. عباد الله، يؤتى بالعباد الذين عقد الحق تبارك وتعالى محكمته العظيمة لمحاسبتهم، ويقامون صفوفا للعرض عليه وعرضوا على ربك صفا. ويؤتى بالمجرمين منهم، وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض بغير الحق. يؤتى بهم مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطران. قال سبحانه: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ولشدة الهول تجثو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون. قال سبحانه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنه مشهد جليل عظيم، نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. فما معنى الحساب عباد الله؟ معنى الحساب بارك الله فيك أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان، وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة. ثم يعطون الكتب إما بالأيمان إن كانوا صالحين وإما بالشمال إن كانوا صالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الجبار لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن الأعمال. أما نوع الحساب عباد الله فعسير ويسير، ومنه حساب التكريم والتوبيخ، ومنه الفضل والصفح والعفو. والذي يتولى ذلك كله هو أكرم الأكرمين وأسرع الحاسبين وقيوم السماوات والأراضين. شعار محكمة ذلك اليوم: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهو العدل سبحانه. لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، فهو العدل سبحانه. لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الواحد المولى الغفور.
إن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر المستجير. ولكن الحق تبارك وتعالى يحاسبهم محاسبة عادلة تليق بمحكمته وعدله وعظمته وجلاله. وقد بين لنا سبحانه في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة، فمنها العدل التام الذي لا يشوبه الظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن قواعد تلك المحكمة أن الله لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد. قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ومن تلك القواعد أيضا إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محصرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومن قواعد المحاكمة في ذلك اليوم إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين والفجرة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عباد الله، عن ماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم؟ عن ماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم؟ هذا ما سنتابعه وإياكم في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.